زوم أوت، برنامج بيهتم بصحتك النفسية تحت رعاية مؤسسة الحياة منك للخدمات الاجتماعية. العلاقات زي قطع البازل بالظبط، كل قطعة بتكمل التانية بحدود مرسومة ودور محدد لكل طرف فيهم، أيا كان شكل العلاقة، صداقة، حب، جواز، عيلة، زمايل. علشان كده من أكبر أسباب دخولك في علاقات مؤذية هي الحدود. بس هو أصلا يعني إيه حدود في العلاقات؟ انا لو عندي حتة ارض، عشان اثبت ملكية الارض دي فاول حاجة بعملها ان انا بعمل سور، ببتدي احط يافطة غير اوراق الملكية اللي بتثبت ملكيتي للارض دي. فمعنى الحدود هي خط الملكية اللي بيحدد انا املك ايه. فبالظبط زي ما انا بحدد ملكية الارض دي ومسؤوليتي عليها، بالظبط ده اللي بعمله مع نفسي. فانا محتاج ان اعمل حدود لنفسي، بعمل حدود اني بثبت ان ايه مسؤوليتي وايه اللي مش مسؤوليتي، ايه اللي انا محتاجه وايه اللي مش محتاجه. وفي نفس الوقت انا عشان اعرف اعمل حدود صحية انا محتاج كمان افهم اول ابتدي منين وانتهي منين، وحدودي ما تتعداش على حدود الاخرين. دي كمان من اهم الحاجات، ان انا ابقى فاهم ان حدودي زي ما انا بحترم حدودي وعارفها كويس، بعرف اعمل حدود واضحة لنفسي تحميني. والحدود دي بتخليني اعرف انا محتاج ايه ومسؤوليتي ايه. معنى كده إن مهما كان الشخص مين لازم يكون في ما بيننا حدود نفسية مرسومة بالظبط. طب إزاي الحدود بتحميني وتخليني متمتع بمرونة نفسية؟ إن وضع الحدود ده حاجة مهمة جدا وحاجة واضحة جدا المفروض كل واحد فينا في حياته إن يعملها. وضع الحدود كمان ايه لازمته، او ان انا ليه المفروض ان انا اعمل حدود في حياتي؟ لان ده بيحدد هويتي وبيحدد شخصيتي وبيخلينا كلنا عارفين ايه الواجبات او الالتزامات اللي المفروض كل شخص في المجتمع ان يعملها. مش بس كده، عشان مش من حق اي حد ان يستغلنا، مش من حق اي حد ان يقتحمنا او حتى يستهلك مشاعرنا. كل واحد فينا المفروض قوم وشوف باب حدودك انت عامل فيه ايه، حاطط كده شايف مين بعيد ومين قريب ومين بعيد قوي ومين خلاص بيمص في دمك وانت مش حاسس. لازم كل واحد فينا دلوقتي يقوم ويقف على باب حدوده ويقرب من اللي بيرتاح له وما يقربش من اللي مش بيطمن له. لو كل واحد فينا عمل كده كلنا هنبقى راضيين عن اي حاجة بنعملها في حياتنا. وخليك فاكر، زي ما جسمك بيسكن فيه نفسك وروحك، نفسك بيسكن فيها افكارك ومشاعرك ودوافعك السلوكية. اللي احنا عايزين نقوله ان بيتك النفسي ملكك انت، مش ملكي انا ومش ملك اي حد. المفروض تبني سور، المفروض تحافظ عليه عشان تسلمه للي خلقك يوم ولادتك، تسلمه له في الاخر وانت محافظ عليه. بس في ناس كتير مش بتعترف بالحدود وممكن تتقدم من الكلمة. فإزاي أقدر أرسم حدود ما بيني وما بين طرف تاني في علاقة ارتباط؟ الحدود في العلاقات بيبقى فيه مفهوم خاطئ، وبيتقال انه لما يبقى مرتبطة بحد ما يبقاش فيه حدود ويبقى الموضوع كله داخل في بعضه. دي بتبقى أزمة. ليه؟ لأن الحدود بمنتهى البساطة هي ان انا بيكون عندي مساحة آمنة او مساحتي الشخصية لما بكون مرتبطة مع شريك حياة. شريك حياتي ده لازم يبقى عارف كويس قوي انه انا بيبقى عندي مساحتي الشخصيه، مش معنى كده ان انا بخبي عليه او بداري حاجه معينه، وبيبقى طبعا في شفافيه في العلاقه عشان ده في يوم من الايام هبقى الشخص اللي انا متجوزاه او انت هتبقي الشخص اللي هو متجوزك. بس طبيعي جدا ان في عندي حدود، عندي مساحتي الشخصيه اللي انا بقدر اتعامل بيها او اتحرك فيها، عشان ما يبقاش مفهوم غلط انه عشان انا مثلا مرتبطه بحد فيجي يتحكم فيا. وبكل بساطه بيبقى المفهوم الخاطئ انه انا لما اجي اقول انا عندي مساحتي الشخصيه يعني انت بتداري حاجه او بتخبي حاجه او انت بقى عامل مصيبه او انت بقى بتتصرفي بشكل غلط، فعشان كده بيبقى مفيش اي حدود في العلاقه. تعالوا نبسط الموضوع بكل ببساطة، انه لما يكون عندي حدود واللي قدامي يبقى فاهم ان دي مساحتي الشخصية الآمنة، ساعتها بقدر افكر مظبوط. يعني لو انا مثلا في شريك حياتي مقرر انه مثلا الحدود دي هو يخترقها او يضايقني بطريقة معينة او يتكلم معايا باسلوب انا مش عايزاه، اقدر في وقتها اخد القرار المظبوط واقول انا مش قادرة اكمل، او تعالى نفكر بشكل مختلف، انت ايه مساحتك الآمنة او مساحتك الشخصية وانا ايه مساحتي الشخصية. في الوقت اللي زي ده لما كل واحد بيبقى عارف ايه هي حدوده، ما بتحصلش مشاكل، ما بيحصلش اختراق للمساحة دي، كل واحد بيبقى واثق في اللي معاه فبيقدر يدي احلى ما عنده. شكرا ليكم.
طب ده في الارتباط، يا ترى بقى العيلة والصحاب وزمايل الشغل ممكن نرسم الحدود دي إزاي؟ أنواع اختراق الحدود في العيلة وفي العمل. طيب إيه الأشكال اللي ممكن تخترق حدودنا فيها؟ أولاً إن حد في العيلة يستنفذ طاقتنا، حد يكلفنا بأمور كتيرة فوق مقدرتنا، حد يستغل تعاطفنا، استغلال صفاتنا الكريمة، التسلط على قراراتنا. طيب وإيه كمان اختراق أو أنواع اختراق الحدود في العمل؟ ان احنا نتحمل اعباء الاخرين، ان احنا نقوم بعمل اضافي، ان زملاء العمل المتشددين والمنتقدين اللي دايما يضغطونا لان هم اللي مضغوطين، او مثلا ان احنا نتحط في مواقف محرجة زي الانتقاد وزي السخرية وزي ان حد يحاول ينتصر علينا فعملنا بالتقليل منا، او ان احنا نخلط ضغوط العمل مع حياتنا داخل المنزل. طيب قبل ما اتكلم ازاي ان انا اوقف اختراق الحدود لازم اعرف حاجه. انا يوم ما هحط اي حدود ليا هقابل حاجتين مهمين جدا. هصطدم بحاجه اسمها تقبل ذاتي، وفي نفس الوقت هصطدم بحاجه اسمها الذنب او الشعور بالذنب، لان من الطبيعي جدا ان انا لما هاجي احط حدود للاشخاص اللي قدامي اكيد هم مش هيتقبلوا، لاني انا كده بمنع استغلالهم ليا. فطبيعي ان هم هيبتدوا يشعروني بالذنب ويقولوا لي انت ما كنتش كده من الاول، انت كنت مطيع، انت ما كنتش انت كنت شخص مساعد. وللاسف الشعور بالذنب هيضرب اكتر نقطة ضعف عندنا، وهي صفاتنا الجميلة اللي احنا بنحبها. يعني شخص اكون انا مثلا معطاء جدا، فابتدي ان انا اقنن عطائي، فيجي يقول لي ايه انت بقيت شخص اناني، وطبعا دي اكتر نقطة ضعف عندنا. ده زائد ان رفض الاخرين لحدودنا ده بيعمل حالة لعدم التقبل لينا او الشعور بعدم تقبل ذاتنا، وطبعا عدم التقبل هيحسسنا ان احنا هنخاف من الرفض او ان احنا نفقد الناس اللي حوالينا. بس اللي عايزه اطمنك عليه انك لما تحب تحط حدود مع عيلتك او تحط حدود مع زملائك في العمل لازم تتقبل مشاعر الذنب، ولازم تتقبل فكره عدم التقبل لان عدم التقبل لا يخصك، وانما عدم تقبل او رفض منهم. لكن انت في الاخر انت شخص جميل، انت شخص محب، انت شخص رائع، لكن قررت انك تحط حدود. اهم حاجه في ان انت لما تيجي، او تعالوا مش اهم حاجه، تعالى نقول احنا هنحط الحدود ازاي. اولا لازم تحرر من جواك الرفض لاي حد يتعدى حدودك، الرفض ان اي حد يحاول ان هو يقلل منك، الرفض ان حد يحاول ان هو يستغلك. بس هنقننها ازاي؟ ان انا ببتدي، او هقننها بشكل راقي. ازاي بقى؟ ان انا ببتدي افهم اللي قدامي انا هساعدك المره دي في شغلك، مثلا لو احنا بنتكلم في علاقات العمل انا هساعدك المره دي في شغلك، لكن المره الجايه تحمل انت اعباء شغلك. طيب ولما تيجي بقى النتيجه ان الشخص اللي قدامك يرفض، هنا انا لازم انفذ حدودي يعني ايه؟ يعني لازم ان انا اخد موقف واخليه فعلا يتحمل مسؤوليه اخطائه. في النهايه هقول حاجة مهمة جدا. ايه الهدف من وضع حدودي سواء في عيلتي او سواء مع زملاء العمل او في العمل او بيئة العمل؟ اولا الهدف الاهم والاول من تعلم الحدود انك تتحرر من استغلال واستعباد الاخر، وده بيحافظ على طبيعتك ونمو حياتك اللي وهبها ربنا ليك. وتاني حاجة مهمة في بناء الحدود هو ان بناء الحدود هي عبارة عن مبادرة ناضجة وفعالة للسيطرة والحفاظ على كنوزك، على أملاكك. لأنك لو ما حطيتش حدود هتفضل طول الوقت انت بتعمل حاجة واحدة، بتنفذ أجندات ورغبات الآخرين وليس رغباتك. شكرا. أكاديمية أوميجا بتقول لك كل سنة وانت طيب، ومستنيينك في الدفعة اللي جاية. سجل بياناتك دلوقتي علشان تلحق خصم على أكبر دبلومة دراسات صحة نفسية في مصر.